الخير يا سنه اولى، عاملين ايه؟ معاكم ميس ايه علي، مدرسه المواد الفلسفيه طبعا بالاسكندريه. احنا النهارده هنتكلم مع بعض عن جزء مهم جدا بيتكلم عن حاجه اسمها التفكير الناقد والتفكير الابداعي. طيب التفكير الناقد والتفكير الابداعي دول كانوا اصلا موجودين في منهج اولى ثانوي في الترم الثاني، فاحنا كده نستنتج ان بقوا اساليب التفكير يعتبر 6: خرافي، ديني، فلسفي، علمي، وهنضيف عليهم الناقد والابداعي. انا عاملاهم في جدول كده مقارنه بحيث يبقوا الاتنين معاك قصاد بعض عشان ما تلخبطش الدنيا. شد حيلك يا بطل، افتح مذكرتك، يلا بينا معانا. طبعا سيبك من الجو اللي انا فيه وان انا واقفه جايبه نص الشاشه، اقسم بالله دي مكيده، وانا هخلص واشوف شغلي في الموضوع ده، لان انا ما ينفعش ابقى واقفه. بص انت شايف يعني حاجه، غالبا انا جايه اتهزق هنا، فانا بس هخلص كده ولموا يا رجاله تعالوا عشان عندنا حكايه مع حسن سامي. يلا يا جماعه باي باي ونستعد للحصه، يلا بينا. احنا عندنا الفصل الاول كان بيتكلم اول حاجه تعريف التفكير، حالات التفكير، كان في جزء بيتكلم عن اساليب التفكير الانساني. قلنا ان اساليب التفكير الانساني 4 اساليب. طيب ايه هي اساليب التفكير الانساني؟ اول حاجه كان الاسلوب الخرافي، تاني اسلوب الاسلوب الديني، رقم 3 الاسلوب الفلسفي، رقم 4 الاسلوب العلمي. وبعد كده نزلنا او شرحنا جزئية بتتكلم على علاقة الفلسفة بالدين وعلاقة الفلسفة بالعلم واوجه التشابه واوجه الاختلاف. من ضمن اساليب التفكير، بس دي اساليب تفكير عليا مش موجودة عند كل الناس، حاجة اسمها الاسلوب الناقد والاسلوب الابداعي. يبقى احنا عندنا نمطين من انماط التفكير اسمهم التفكير الناقد والتفكير الابداعي. دول نموذج من نماذج التفكير، تمام؟ ليهم سيستم مختلف شويه. الجزئيه دي نازله عند حضرتك من منهج اولى ثانوي بتاع الترم الثاني. طبعا انت عارف ان منهجك السنه دي عامل شبه القص واللزق، من كل حته واخدين لك حته. يعني الفلسفه والدين والعلم دي كانت من منهج ثانيه ثانوي، التفكير الناقد والتفكير الابداعي من منهج اولى ثانوي الترم الثاني وضايفين عليها بعض التعديلات. طيب يلا بينا كده نشوف الموضوع، خلينا مع بعض. اول حاجه هنتكلم عنها انا عاملاها لكم في المذكره في هيئه جدول مقارنه، بس انا الاول همسك التفكير الناقد اخلصه، بعد كده ندخل على التفكير الابداعي. طيب التفكير الناقد ايه هو؟ التفكير الناقد هو قدره الفرد على تحليل المعارف والافكار وتنظيمها. يبقى انا في التفكير الناقد بيبقى عندي قدره على كذا حاجه، هنرقمهم بعد كده نشرح واحده واحده. واحد تحليل المعارف والافكار، تاني حاجه التنظيم، تالت حاجه التعبير عن الاراء الشخصيه الذاتيه، رقم 4 مدى اتساق الافكار وتناقضها، رقم 5 التوصل الى استنتاجات وتقويمها. طيب انا دلوقتي طالب واقع في مشكله وطلب مني نصيحة أو حل للمشكلة. ما ينفعش إن أنا أجي أقول لك الحل فأنت تاخد الكلمتين اللي أنا قلتهم تكبهم في الموضوع وخلاص. لازم يكون عندك دماغ بتفكر وتحلل. يعني اللي أنا أقوله لك دايما كده، خليك عارف قاعدة في الحياة: مش كل حاجة مناسبة ليا تكون مناسبة ليك، مش شرط. ممكن الحاجة أنا أقدر عليها تبقى صعبة بالنسبة لك، انا حاجه متقبلاها مش مضايقاني انت ما تقدرش تستحملها. فاي حد لما ينصحك نصيحه او يقول لك راي في مشكله، او انت مثلا طلبت من حد يساعدك، مش دايما اللي هو بيعمله تمام يكون بالنسبه لك انت تمام برضو. طيب انا نصحتك نصيحه، النصيحه دي انت هتاخدها تشوفها مناسبه ليك ولا لا. ازاي؟ اول حاجه تحليل المعارف والافكار. طب يعني ايه التحليل؟ بتقسم الحاجه، انا عندي امتحان شهر هقسم المنهج كل يوم هذاكر جزء، انا كده عملت تحليل، عملت جدول للمذاكره، يبقى انا عملت تنظيم. زي ما قلت لك كل واحد فينا الحياه اختيارات،
في ناس تختار السفر، في ناس تختار الجواز، في ناس تختار الشغل، في ناس تختار الفلوس، في ناس بتختار النجاح. كل واحد بيختار اللي يناسبه، لان فعلا الحياه اختيارات. ما ينفعش ان انت تيجي تلوم فلان هو انت ليه ما عملتش كذا زيي، لا مش شرط. انا ممكن الحاجه اللي تكون مناسبه ليا ما تناسبكش. يبقى كل واحد فينا بيعمل ما يناسبه، ودي حاجه اسمها التعبير عن الاراء الشخصيه الذاتيه. كل واحد فينا ليه وجهه نظره. طيب يبقى انا نصحتك النصيحه، اول حاجه حللت الفكره. بص معايا كده، يبقى النصيحة اللي أنا نصحتك بيها، أول حاجة حللت الفكرة، بعد ما حللتها عملت لها عملية تنظيم. بعد التنظيم كل واحد فينا ليه وجهة نظر. طب أنا بعد ما عملت وجهة النظر هحدد الاتساق أو التناقض. عندنا حاجة اسمها الاتساق وحاجة اسمها التناقض. طب يعني ايه الاتساق ويعني ايه التناقض؟ لما انا البس حاجة لايقة على بعضها ده اسمه الاتساق. طب انا لابس حاجات مش لايقة على بعضها ده اسمه تناقض. حورت حوار واتفقت مع صاحبك قلت له بقول لك ايه، لو حد من البيت كلمك ما تقولوش ان احنا زوغنا، وقول له ان احنا كنا في الحصه والمستر كرشنا. امين امين. صاحبك قال نفس الكلام وما اتقفشتش، ده كده اسمه ايه؟ اتساق. طب انا افلم واتقفشت، يبقى ده اسمه ايه؟ تناقض. طيب والتوصل إلى استنتاجات وتقويمها. يبقى أنا في التفكير الناقد ده باختصار، التفكير الناقد ده قايم على فكرة مهمة قوي اسمها ايه؟ فحص الأدلة وتقويمها. مش يعني ايه فحص الأدلة وتقويمها؟ يعني أنا في حاجات ثابتة عندي، بمعنى التفكير الناقد ده بيقوم على عدم التأثر بآراء الآخرين. زي ما قلت لك أنا نصحتك نصيحة ما ينفعش إن أنت تعملها من غير ما تفكر فيها، يبقى أنا ما تأثرتش بآراء الآخرين. طيب ميس أنا قبل ما باخد قرار بفكر بالراحة. دي تاني حاجة في التفكير الناقد، عدم التسرع في إصدار الحكم. أنا بتأنى وأنا باخد القرار. يبقى أنا في التفكير الناقد لو حد قال لي حاجة رحت عملتها على طول من غير ما تعدي على دماغي، أنا ما عنديش تفكير ناقد. التفكير الناقد بيقوم على فحص الأدلة. زي القاضي في المحكمة ما ينفعش إن هو يصدر حكم على متهم أو أي شخص ما إلا لما يتأكد من الأدلة اللي موجودة. أنا بشوف الأدلة اللي عندي، لو هي مطابقة للمشكلة يبقى أنت تمام، أنت كده عملت لي مشكلة أو في أزمة. لو هي مش مطابقة يبقى أنت براءة. يبقى التفكير الناقد زي ما قلنا أي مشكلة بتحصل أول حاجة بعمل لها عملية رقم 1. هو ليه نفس اللون؟ طب خلينا في الأحمر. أول حاجة بعمل لها عملية تحليل وتنظيم. مس آية نصحتني نصيحة، لا أنا هفكر فيها الأول، فده التحليل والتنظيم. تاني حاجة كل واحد فينا ليه وجهة نظر ذاتية. أنا داخل علمي، لا أنا داخل أدبي. أنا داخل علمي لسبب، صاحبي داخل أدبي لسبب تاني. كل واحد فينا ليه اختياراته في الحياة ودي وجهة النظر. رقم 3 الحوار في التفكير الناقد لازم يتصف بالاتساق وليس التناقض. طب يعني ايه الاتساق ويعني ايه التناقض؟ انا مثلا شرحت لك النهارده فلسفه، حلت لك منطق، قامس العك ده، العك ده اسمه التناقض. لازم التفكير الناقد يتصف بالاتساق وليس التناقض. طيب ده بالنسبة كده للتفكير الايه؟ الناقد. طيب يبقى احنا قلنا قدرة الفرد على تحليل المعارف، رقم 2 تنظيم الأفكار، التعبير عن الآراء الشخصية،
بحدد مدى الاتساق والتناقض، بتوصل الى استنتاجات وبعمل لها عمليه تقويم. ميس يعني ايه عمليه تقويم؟ يعني انا بحدد المزايا والعيوب. بص يا ميس، انا بحب ماده الفلسفه قوي بس اسئلتها صعبه. يبقى انت حددت المزايا والعيوب. مستر فلان شرحه كويس بس حصته طويله قوي بنتعب فيها. يبقى انا حددت المزايا والعيوب. يبقى التفكير الناقد قايم على فكره التقويم او تحديد المزايا والعيوب، او قبل ما باخد قرار بحسبها كويس، بفكر صح، بشوف الحاجه دي مناسبه ليا ولا صعبه عليا. ده بالنسبه للتعريف. طيب التفكير الناقد والتفكير الابداعي عندهم 4 حاجات: تعريف، اهميه، مهارات، خطوات. طيب تاني حاجة عندنا أهمية التفكير الناقد. أنا لما بفكر تفكير ناقد بستفيد بإيه؟ 1. أساس الانفتاح العقلي. ميس يعني إيه انفتاح عقلي؟ شخص متفتح. يعني مثلا ساعات كده لو أنت دماغك جهلة شوية أقول لك يا عم ده أنت راجعي، لكن التفكير الناقد بينور التفكير، بيغير طريقة تفكير. انت شخص متفتح، شخص ناضج، شخص واعي للعالم اللي حواليك. فالتفكير الناقد بيخليني شخص منفتح. مش يعني انا بقى كنت سايب الدنيا سداح مداح بقى ومكبر دماغي، لا، لازم تواكب الموجة، لازم تواكب العصر اللي حواليك بما يتناسب مع اخلاقك. يعني انا مثلا صحابي بيخرجوا في اماكن بيروحوها كويسه واماكن لا، طب انا لازم اخرج انا كمان واشوف الدنيا، خلاص انا هروح معاهم الاماكن الكويسه ومش هروح الاماكن الوحشه. يبقى انا كده شخص ايه؟ متفتح، ماشي مع الموجه تمام، بس في نفس الوقت محافظ على قيمي واخلاقي. يبقى التفكير الناقد بينور الدماغ، لانه مش الدبله اللي بتنور يا حبيبتي، لا، هو الانفتاح العقلي، التفكير. طيب تاني حاجه الاستقلاليه في اتخاذ القرار. ميس يعني ايه الاستقلالية؟ حرية، انا محدش بيمشيني. ميس يعني انت معنى كده ان انا احتج على قرارات وتحكمات اهلي؟ لا، ولا عشان دي تربية. امال ايه ميس الاستقلالية في اتخاذ القرار؟ في حاجات ما ينفعش حد هو اللي يقرر لك فيها، ابسطها علمي وادبي. ميس ده انا داخل ثانويه عامه غصب عني، ما ينفعش. قرار علمي وادبي ده يا جماعه وكلامي لاولياء الامور، سيبوا ولادكم يختاروا، هو صاحب القرار. انا هختار علمي، مثلا اهلي مش موافقين، لا انا هدخل علمي وعلى مسؤوليتي، وده اول قرار انا هاخده في حياتي وهتحمل نتيجته. بس مش تعمل كده وتروح تزوغ من الدروس وتفقع فلوس المذكرات، لا، انا باخد قرار. دي حاجة اسمها استقلالية في اتخاذ القرار. تاني حاجة بيقولك ان التفكير الناقد يساعد على اصدار حكم حيادي ومنطقي. مش يعني ايه حكم حيادي ومنطقي؟ انا شخص عاقل في قراراتي، ما ينفعش تبقى صاحبتي مثلا مدخلاني في مشكلة فهي غلطانة فانا اقعد اطبل لها عشان هي صاحبتي، اصل المستر ده قريبي فانا بتكلم عنه كويس عشان هو قريبي. لا، لازم تكون شخص محايد. انت طلبت مني نصيحة، هنصحك بما يتناسب مع ايه؟ مع العقل. يعني انت طلبت مني حاجة زي ما قلت لك الحيادية، ما ينفعش ان احنا ندخل المصالح الشخصية او الدينية او السياسية في القرار. انت طلبت مني نصيحة فانا بكرهك فاضرك، لا، انا كده مش محايدة. 2 طلبوا ان انا احكم ما بينهم وواحد فيهم متضايق من التاني، فانا اقول الرأي بما يرضي الله واللي يناسبه ضميري، يبقى انا كده شخصية محايدة في اتخاذ القرار. يبقى انا عندي التفكير الناقد بيقوم على الحيادية والمنطقية في اتخاذ القرارات. تمام كده؟ طيب عندنا بقى بعد كده، ده كده الجزء بتاع الأهمية. تاني حاجة عندنا أو تالت حاجة خطوات التفكير الناقد. طيب ايه هي خطوات التفكير الناقد؟ ممكن اجي اقول لك الخطوات او المراحل. التفكير الناقد بيقوم على 4 مراحل. المرحلة الأولى جمع بيانات ومعلومات عن المشكلة. يعني إيه؟ أنا محتار أدخل أدبي ولا علمي؟ هجمع مواد الأدبي إيه هي، وهجمع مواد العلمي إيه هي، مين مدرسين أدب اللي ممكن أخد معاهم، مين مدرسين علمي اللي هاخد معاهم. يبقى أنا كده جمعت معلومات عن المشكلة. عندنا جريمة قتل،
بجمع معلومات عن الشهود، برفع البصمات، بجمع ملفات، براقب الناس اللي انا شاكك فيها. يبقى انا اول حاجه جمعت بيانات. طيب انا دلوقتي خلينا عشان ما نتشتتش نطبق الخطوات على مثال ادبي وعلمي الاول. اول حاجه جمعت البيانات، شفت ايه هي مواد علمي وايه هي مواد ادبي. طب هبتدي افلتر، اشوف ايه السهل بالنسبه لي وايه اللي انا حابه اكتر. تاني حاجه تحليل البيانات والمعلومات بشكل منطقي ومحايد. ما ينفعش ان انت تكون متذبذب في القرار. انا بشوف ايه بالنسبه لي، انا بفهم ايه اكتر، بعرف احل ايه اكتر، مستوايا في ايه اعلى. يبقى انا حللت البيانات بشكل منطقي. طب خلاص انا حللت البيانات، هبتدي ان انا اخد قرار. دي حاجة اسمها إصدار الحكم والقرار المستنير، يعني القرار الصحيح أو القرار الصائب. طيب خدت قرار أروح أمضي الاستمارة؟ لا، صلي استخارة وفكر تاني. التفكير تاني ده اسمه مراجعة وتقييم النتائج والأحكام، أي اتخاذ القرار. تعالى كده نطبق الخطوات تاني بمثال جريمة قتل. قلنا إن في جريمة قتل، هعمل إيه؟ أول حاجة هجمع بيانات عن، دي الخطوة الأولى أهو، المشتبه فيهم. دي الخطوة الأولى اللي هي جمع الإيه؟ البيانات. طيب أنا جمعت البيانات عنهم. تاني حاجة هبتدي إن أنا أفكر، دي الخطوة التانية اللي هو التحليل. هبتدي إن أنا أفكر في الناس المشتبه فيها وأشوف مين فيهم شاكك فيه قوي ومين أقدر أستبعده شوية. دي الخطوة التانية. طب أنا وصلت إن فلان ده ممكن يكون هو القاتل، خلاص أنا خدت القرار. دي الخطوة الإيه؟ التالتة، إن أنا أصدرت الحكم. طب أنا أصدرت الحكم أروح أقبض عليه؟ لا طبعا، لازم اتأكد تاني الأول ده حياة أو موت. فرقم 4 إن أنا بعمل عملية مراجعة وتقييم. يبقى أنا لما حد بينصحني نصيحة، أول حاجة أنا مش عارف أدخل علمي ولا أدبي، سألت صحابي، سألت أهلي، سألت مدرسيني، سألت إخواتي. دي الخطوة الأولى. تاني حاجة فكرت، دي الخطوة التانية. خلاص أنا قررت إن أنا داخل علمي، دي الخطوة التالتة. طب أنا قبل ما أقرر صليت استخارة وفكرت تاني، أخدت قرار نهائي، دي الخطوة الرابعة. دي حاجة اسمها خطوات أو مراحل التفكير الناقد. تمام. طيب بعد كده عندنا، نركز مع بعض، عندنا حاجة اسمها مهارات التفكير الناقد. طيب ايه هي مهارات التفكير الناقد؟ التفكير الناقد بيقوم على 3 مهارات. في الأول الموضوع كان أكبر من كده بكتير. أول مهارة حاجة اسمها التفسير، تاني حاجة الاستنتاج، رقم 3 التقويم أو التقييم. طيب رقم 1 مهارة التفسير. من الآخر مهارة التفسير هي تحديد الأسباب. رقم 2 الاستنتاج، التوصل إلى نتائج. رقم 3 التقويم، إن أنا بتأكد من المعلومة وبحدد المزايا والعيوب. يعني إيه؟ أول مهارة مهارة التفسير. إمتى بختار مهارة التفسير يا سنة أولى في السؤال؟ أول ما أكلمك عن تحديد العلل، تحديد الأسباب، تحديد المبررات، أنا هنا بختار التفسير. يبقى التفسير إيه هو؟ القدرة على رد القضية إلى أسبابها الحقيقية. ميس أنا ما جيتش عشان كنت تعبان، طب فكك وقول حوار غيره عشان أنا زهقت من الحجة السودة دي. بصراحة ميس أنا ما جيتش عشان كنت مش مذاكر وخفت تقل مني لو سقطت، تعالى لي على الظهري. يبقى أنا لما أقول السبب الحقيقي ده اسمه التفسير. وايه كمان؟ بيقول لك كمان ان التفسير هو الربط بين ظاهرتين باعتبار ان، ركز في الحتة دي، ان الظاهرة الاولى هي علة الظاهرة التانية. طب يعني ايه الظاهرة الاولى علة التانية؟ مش فاهم. يعني انا دلوقتي جيت قلت لك ان انت اكلت اكل مسمم او اكل مش نضيف او اكل متلوث، اهو بلاش. جيت قلت لك مثلا ان البطالة ادت الى حدوث الجريمة. طب يعني ايه البطالة؟ البطالة دي واحد مش لاقي شغل، دي الظاهرة الاولى.
واحد مش لاقي شغل هيشتغل ايه؟ حرامي، بلطجي، هيبيع مخدرات، هيثبت ناس، هيسرق تليفونات. شبشب الجامع دي شغلانه قديمه وراحت عليها اصلا، ما بيكسبوش. فانت هتشتغل في اي حاجه مش كويسه. يبقى البطاله ادت الى الجريمه. فالظاهره الاولى هي عله الظاهره الثانيه. انت سقطت في الامتحان فانا زعقت لك. طب انا زعقت لك ليه؟ عشان انت سقطت في الامتحان. يبقى اي سؤال اتكلمت عن السبب، اتكلمت عن الدوافع، اتكلمت عن العلل، اتكلمت عن المبررات، كل دي حاجة اسمها التفسير. طيب جيت قلت لك هو ليه في أزمة اقتصادية؟ بسبب مثلا ارتفاع الأسعار، بسبب زيادة تعداد السكان. يبقى أنا أول ما اتكلم عن السبب أو العلة أو الدافع، دي حاجة اسمها التفسير. طيب أنا حددت سبب المشكلة وقلت يا ميس إن أنا ما جيتش عشان ما ذاكرتش. طيب تاني حاجة الانتقال من المعلوم او من المعلومات، بلاش المعلوم والمجهول، دي ليها شرح تاني جاي في السكة قدام. هنقول ان احنا انتقلنا من مقدمات الى نتائج. طيب يعني ايه الانتقال من معلومات ومشاهدات نفترض صحتها اللي هي المقدمات الى معلومات اخرى اللي هي النتائج؟ يعني ايه برضو الاستنتاج؟ مش فاهم حاجة. بص معايا كده، انا مثلا جيت قلت لك 2 في 2 ب4. طيب انت عايزه ايه؟ دي عندنا في المنطق حاجه اسمها اللي فوق دول اسمهم مقدمات، واللي تحت دي اسمها نتيجه. يبقى السؤال اسمه مقدمه والاجابه اسمها نتيجه. لا مش فاهم، اديني مثال تاني يفهمني اكتر. دلوقتي انا مثلا جيت قلت لحضرتك، سألتك سؤال مثلا اسلوب تفكير غيبي هو مين؟ ألف علمي، ب ناقد، ج خرافي، د فلسفي. سؤال سهل. طيب أنا عندي سؤال وعندي إجابة، فالسؤال ده اسمه مقدمة والإجابة دي اسمها إيه؟ نتيجة. طب أنا قريت السؤال تفكير غيبي، تفكير غيبي يعني تفكير قديم، تفكير قديم سامعاك. أيوة هو بدائي ساذج غير منطقي يفسر الظواهر بطريقة غير صحيحة. اللي هو مين؟ الخرافي يا ميس. فالأسلوب الخرافي هي الإجابة. خلاص أنا اخترت الأسلوب الخرافي، تمام. يبقى أنا وصلت من مقدمة لنتيجة، فأنا كده عملت حاجة اسمها الاستنتاج. يبقى أنا الأول أنا داخل علمي عشان عايز أدخل كلية صيدلة، عشان السبب ده تفسير. طيب وصلت من مقدمة لنتيجة، أنا مثلا بفحص جريمة قتل، عرفت إن فلان ده هو القاتل، فلان ده هو الحرامي، فلان ده هو المجرم، عرفت مشكلة. فأول ما بعرف دي حاجة اسمها الاستنتاج. طيب لازم أتأنى تاني في اتخاذ القرار. طيب التأني في اتخاذ القرار ده بقى اسمه إيه؟ دي حاجة اسمها التقويم. ميس يعني إيه التقويم؟ بص معايا كده، التقويم هو تحليل الموضوع. ميس يعني ايه تحليل الموضوع؟ الحكم على مدى الاتساق. يعني انا لما احور حوار لازم يبقى حوار على المظبوط، ما ينفعش اجي اقول لك حوار وبعد كده ارجع اقول لك فيلم تاني ولا اظبط الكلام وانت بتتكلم. يبقى دي حاجه اسمها الايه؟ الاتساق. عكس الاتساق التناقض. يبقى انت لما تعمل حوار وما تتقفش ده اسمه اتساق. بحدد جوانب القوة وجوانب الضعف. التقويم ده بشوف مزايا وعيوب كل حاجة. هو انا ليه بعمل لك امتحان كل حصة؟ عشان تعرف الحتة الصعبة، عشان تعرف الحتة السهلة، الحتة اللي انت بتذاكر فيها كويس، الحتة اللي انت مش تمام فيها. ميس انا شاطر قوي في الفلسفة والعلم وحمار جدا في الفلسفة والدين، يبقى انا حددت المزايا والعيوب. ميس انا بحب قوي الفلسفة ما بحبش المنطق، يبقى انا حددت جوانب القوة وجوانب الضعف. طب انا دلوقتي عارف ان انا عندي مشكلة في المنطق، هجيب كحكة ذاكر منطق، دي حاجة اسمها التقويم. يبقى احنا بنعمل 3 حاجات. اول حاجة مهارات التفكير الناقد، رقم 1 بحدد السبب، رقم 2 بحدد الايه؟ النتيجة اللي هو الاستنتاج، رقم 3 بحدد المزايا والايه؟ والعيوب. دي حاجة اسمها
مهارات التفكير الناقد. يبقى احنا اتكلمنا عن التفكير الناقد من حيث التعريف، من حيث الخطوات، من حيث الأهمية، من حيث المهارات. يلا بقى نرجع تاني للأول نفس الترتيب بس على التفكير الإبداعي. طيب يعني ايه إبداع؟ دايما كده حتى ساعات تيجي تلاقي مدرس يقول على نفسه ايه؟ المبدع، المبتكر، الجامد، اللي بيطير في الجو ومفيش منه اتنين. ايوه عارفين انتوا اعلانات المدرسين دي الغريبه العجيبه، ما انت مدرسه ماشي شكرا يا حبيبي. المهم التفكير الابداعي ده ولا اي حاجه كرييتيف. لما تعمل حاجه ما حصلتش ده اسمه تفكير ابداعي. طيب ايه هو التفكير الابداعي؟ طبعا التفكير الابداعي زي ما انت شايف ما شاء الله طولي لا يتخطى نص الشاشه، يعني حاجه صعبه قوي. بص يا باشا، بيقولك ان التفكير الابداعي ده هو القدرة على كشف علاقات جديدة. يعني انا مثلا جيت قلت لك ان الانسان كان بيسافر بعربية ولا بقطر، ودي حاجة صعبة قوي، فاحنا عايزين حاجة اسهل تساعده يسافر بسرعة، ففكرنا في فكرة الطيران. لقينا في عصفورة بتطير، قلنا الله، طب ما هو الطيران اسرع من المشي على الارض، طب ما احنا نعمل طيارة. يبقى انا اكتشفت حاجة جديدة. اول روبوت العلماء فكروا فيه، اول موبايل العلماء فكروا فيه، اي حاجة جديدة. طبعا الامثلة دي بالنسبة لك ايه يعني؟ ده مش حوار، بس الحاجات دي اول ما ظهرت كانت حاجات مبهرة، كانت حاجات رهيبة. يبقى انا بحط فكرة جديدة. رقم 2 استحداث، يعني انا ممكن يكون عندي حاجة قديمة اطورها، اعمل لها اعادة تدوير، اقدمها لك بشكل مختلف. يعني زمان ما كانش فيه شاشات، ما كانش فيه اونلاين، ما كانش فيه الكلام ده. فكرة القلم والسبورة موجودة من زمان. زمان كانت طباشيرة، سبورة خشب، بعد كده بقت وايت بورد وقلم ماركر، بعد كده بقت سمارت وقلم مش عارف ايه. فحصل تطوير، ده اسمه استحداث للموضوعات والصور الجديدة ورؤية هذه الأمور من زوايا مختلفة. عارف المبدع مش شبهنا، المبدع بيبص للحاجة بشكل مختلف. يعني انت ماشي عادي بني ادم يقول الله، طب ما احنا ممكن نعمل آلة شبه الانسان ونسميها انسانيات او انسان آلي او روبوت. فالفكرة ما بتخطرش على بال اي حد. يبقى المبدع ده بيلفت انتباهه حاجات ما لفتتش انتباه غيره. طب ايه كمان؟ وتوظيف الموارد المتاحة رقم 4 بطريقة مبتكرة. مش يعني ايه تطوير الموارد المتاحه؟ زي ما قلت لك ساعات كده بتيجي تشوف فيديوهات اللي هي بتعمل اعاده تدوير، تستخدم حاجه بشكل مختلف، زي الامهات ما شاء الله عليهم، مفيش برطمان بيترمى في الزباله، تلاقيه اتعمل فازه، تلاقيه اتعمل علبه توابل، تلاقيه اتعمل حصاله، تلاقيه متشال كده بيبقى في حته في النيش معروفه كده دي بتاعه البرطمان. انا مش متخيله نفسي ان انا ممكن لما اتجوز اقعد احط برطمانات فاضيه في بتاع وازاز في ايه؟ انا هعيش على الدليفري. انا واحده اصلا ممكن ما اجيبش طقم صيني واجيب اطباق فل اكل وارمي. انا لسه ما عنديش خلق. انا ده ايه ده عبث. طيب بمعنى التفكير خارج الصندوق. مش يعني التفكير الابداعي ده ابقى كرييتيف، تبقى واد مبدع، تبقى واد جامد، تبقى متميز، ايوه. يبقى انا في التفكير الناقد اول ما الاقي في الاسئله تميز، حاجة فريدة، حاجة غير مألوفة، بص معايا، حاجة غير شائعة، شيء يتميز بالندرة، شيء يتميز بالجدة، الجدة اللي هو الجديد، شيء يتميز بالأصالة. كل دي مصطلحات لو لقيتها وانا مغمض عينيا هختار التفكير الابداعي. طب تاني التفكير الابداعي ايه هو؟ اي فكرة جديدة، اي حاجة جامدة، اي حاجة ما حصلتش، اي حاجة انا اول مرة اشوفها، اي حاجة اول مرة تظهر قدامي، اي شيء متميز، اي شيء غير مألوف. عارف لو انا عندي حاجة قديمة ووظفتها بشكل جديد ده برضو اسمه ابداع. طب ممكن تديلي امثلة عن الابداع؟ يعني في دكاترة فرنسيين عشان يعالجوا الحروق عملوا صنعوا جلد بشري. ايه ده بجد ميس؟ ايوه بجد، انت بتتكلم في الطب في فرنسا. طيب هل دي حاجة عادية؟ لا طبعا ده ابداع. يبقى انا في الابداع احنا مثلا عملنا فكرة الطيارة،
طب هل انا اخترعتها؟ لا، انا اقتبستها من فكره الطائر. حتى شكل الطياره بجناحها شبه جسم اي طائر. بص على حمامه، بص على عصفوره، هتلاقي نفس الفكره. فكره الجناح بتاع الطياره نفس فكره جناح الطائر. شكل الروبوت شبه جسمنا، بس طبعا بيأدي وظائف تانية مختلفة. يبقى أنا دايما أبقى عارف إن التفكير الإبداعي هو تفكير بره الصندوق، تفكير متميز، تفكير مختلف، حاجة جامدة، حاجة فظيعة، حاجة أول مرة تحصل. طيب في الآخر هربط لك بين الأساليب كلها. ده كده بالنسبة لإيه؟ للتعريف. طيب تاني حاجة عندنا روح قلبي، الأهمية. إيه هي أهمية التفكير الإبداعي؟ التفكير الإبداعي بيفيدني في حاجتين. أول حاجة بيقول لك عنها هي إيه يا ميس؟ أساس التطوير والتقدم في مختلف المجالات. يعني ايه؟ على فكرة كل التطور والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها هتقولي بسبب العلم. هقولك معاك حق، في ليفل اعلى من العلم اللي هو الابداع. يبقى انا المبدع ده كان عالم بس هو فكر في حاجة مميزة فبقى مستوى اعلى. طيب هل التكنولوجيا او الابداع في الجانب البحث العلمي؟ لا، في كل المجالات. مش زي ايه؟ التعليم. طب ما احنا لما بنتعلم دلوقتي ما هو ده يعتبر ابداع. طيب في الطب طبعا العلاج بالليزر والعمليات واجهزه الاشعه، يبقى ده مجال. طيب ايه تاني؟ طبعا من اهم المجالات اللي باين فيها الابداع الصناعه، ماكينات الزراعه، وسائل المواصلات. زي ما قلت لك احنا اغلب الحاجات دلوقتي بقت معتمده على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابليكيشنز والتليفونات. كل ده ابداع. يبقى احنا حياتنا اللي عايشين فيها برفاهيه وبتكييف وبمراوح وبعربيات وبنت، كل ده كان علم، والعلم ده اتطور اصبح ابداع طبعا. طيب تاني حاجه معايا مواجهه التحديات. ميس يعني ايه كلمه تحديات؟ كلمه تحديات يعني مشكلات او صعوبات والمتغيرات في عالمنا المعاصر. الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اسمه عالم معاصر. زمان كان في جراحات او كان في مرضى بيموتوا عشان العملية صعب ان انا اعملها، ما عنديش الامكانية ان انا اقدم لك بها نفس الخدمة. طب دلوقتي لا، احنا اتغيرنا. يبقى احنا بنقدر نحل المشاكل اللي احنا عايشين فيها عن طريق التفكير الابداعي. طب ايه تاني؟ انا بواجه التحديات في العالم المعاصر زي علاج الامراض، زي ازمة المواصلات، سيبك من هنا، تمام، زي ازمة التعليم. طب ايه تاني؟ وسائل التواصل الاجتماعي. زمان احنا لو حد مسافر كنا بنبعت له جواب وممكن الجواب يتحرق وما يعرفش نوصل له. دلوقتي احنا بنبقى قاعدين في مكاننا نكلم اي حد. كل حاجة بقت معتمدة على النت. يبقى احنا قدرنا نعيش في رفاهية، نعيش في راحة، نعيش في ازدهار بسبب التفكير الإبداعي. يبقى أنا اللي بيشتغل على عقلي الناقد، اللي بيشتغل على رفاهية الحياة، التفكير الإبداعي. طيب ده كده بالنسبة للأهمية. يبقى هنا ساعدني في التطوير، وكمان ساعدني ان انا اواجه مشاكل او ازمات او صعوبات الحياة بأريحية ورفاهية اكتر. طيب ده كده احنا اتكلمنا عن التعريف والأهمية. بعد كده هنتكلم عن الخطوات والمهارات. الخطوات والمهارات نفس الكلام بتاع المنهج بتاع الترم التاني عادي. دي هنتكلم دلوقتي عن خطوات التفكير الإبداعي. الخطوة الأولى حاجة اسمها التهيئة أو الإعداد. تعالى كده أعلم لك عليهم. الخطوة الأولى الإعداد، رقم 2 الاحتضان، رقم 3 الإشراك، رقم 4 التحقق. طيب أنا دلوقتي طالع مصيف، رايح رحلة، مسافر أيا كان، بجيب شنطة والم فيها الحاجة اللي أنا محتاجها. يعني أنا بجمع الحاجة اللي هاخدها معايا. دي حاجة اسمها التهيئة أو الإعداد. مسافر هياخد حاجتي. طيب يبقى أنا عملت إيه؟ بص معايا كده، جمعت البيانات والمعارف عن العمل الإبداعي. طيب أنا دلوقتي لميت هدومي في الشنطة،
هبتدي افكر انا محتاج ايه تاني، وعمال افكر وعمال افتكر. فانا بفكر في المشكله دي، حاجه اسمها الاحتضان، فهي لحظه اختمار الفكره. تعالى ندي مثال تاني. حضرتك عندك امتحان اهو، امتحان الشهر، فانت بتذاكر المفروض، فانا بلم معلومات، حته تاريخ على حته فلسفه على حته عربي على حته علوم متكامله، والدنيا بايظه معاك وضايع. فدي حاجه اسمها تهيئه واعداد. طيب جمعت البيانات، قريت السؤال وعمالة أفكر إيه الإجابة الصح. مرحلة التفكير في الإجابة دي حاجة اسمها الاحتضان. أيوة يا ميس، يعني إيه الاحتضان؟ بيقولك إن الاحتضان ده هو اختمار الفكرة. يعني إيه اختمار؟ يعني التفكير لفترة طويلة، أهو اختمار الفكرة في الذهن لفترة طويلة، والتفاعل والتعايش معها. طيب أنا في سؤال منكد عليا الامتحان ومش عارف أحله، وعمال أفكر 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 أفكر. ساعات كده بتفكر فتلاقي بتنور، اللي هو أنت لقيتها وجدتها. دي حاجة اسمها الإشراق، وهي لحظة ولادة شرارة الإبداع وخروج الفكرة إلى الذهن. زي نيوتن لما كان نايم تحت الشجرة ولقى التفاحة وقعت على دماغه، كان يوم أسود، وقام جاي مسك التفاحة قال الله، هي التفاحة نطت لتحت ليه؟ أكيد في جوه الجذب. قام جاي حدفها تاني لقاها بتنزل تحت، حدفها يمين لقاها بتنزل تحت، حدفها شمال لقاها بتنزل تحت. قال يبقى كده في فكرة، في حاجة مختلفة اسمها الجاذبية. يبقى أنا أول ما ألاقي الفكرة دي حاجة اسمها الإشراق. كلام عجيب جدا. طيب أنا دلوقتي لقيت الفكرة، أروح أعرضها على الناس؟ طب ما أنا ممكن أكون غلط والناس تتلم عليا تطحني، ما ينفعش. لازم أتأكد منها تاني وراجعها تاني. لما راجع الفكرة، المراجعة هي إيه؟ التحقق. يبقى التحقق هو اكتمال كل عناصر العمل والتحقق من قيمته. يبقى تاني، أنا دلوقتي ذاكرت تهيئة وإعداد، بفكر في الإجابات أو بحاول أفكر أنا إيه اللي ناقصني، أو في مادة مش عارف أذاكرها فبفكر في حل. ده الإيه؟ الاحتضان. فجأة الفكرة جت في دماغي، ده الإشراق. رقم 4، أنا بتأكد من مشكلة، ده التحقق. وبمناسبة الإشراق، تعالى كده معايا أحكي لك قصة عجيبة قصيرة بمناسبة الإشراق اللي هو ولادة الفكرة ده. ومش كلمة ولادة اللي يوم ولدوا، لأ، ولا ولادة يعني اللي هو لقيتها. كان في واحد اسمه أرشميدس أو أرخميدس، أكيد عارفينه. أرشميدس ده صاحب قانون الطفو أو قانون الإزاحة. طيب هو جاب القانون منين؟ انتوا عارفين جاب القانون منين؟ لا. الراجل ده بعيد عنكم كان بيستحمى في البانيو او في الطش، وهو بيستحمى الفكره جات له. ميس ازاي؟ بالله عليك ما تهزر، اقسم بالله ما بهزر اهو. بس انا هشرح لك علوم متكامله. ارشميدس ده كان في ملك اسمه سيراكوس، كان عنده تاج المفروض انه ذهب، فهو كان شاكك ان التاج مش ذهب. ماشي، قام جايب ارشميدس الغلبان ده، قال له بص يا عم ارشميدس انت ولا ارخميدس، خد يا عم التاج اهو، اتاكد هو ذهب ولا لا بشرط. ايه هو يا عمو؟ انه ما يكونش ناقص حته، ولو لقيت ناقص منه فرفوته همسكك اموتك وبهدلك وبص هشردك في القريه. قال له ماشي حاضر. المهم ارشميدس طبعا مش هيرد على الملك، قعد يشتم في سره وخد التاج وايه، قال له طب انا هحتاجه معايا في البيت يا عمو عشان اعرف ايه افكر بروقان. قال له يا عم خد اهو، بس المهم ما تجيبوش ناقص فرفوته. امين امين. المهم ارشميدس ده قام جاي ايه، واخد التاج، هوبا يمين هوبا شمال مش عارف افكر. فطبعا فرهد وعرق، انت عارف الانسان ما بيبقى متوتر بيعرق. قال طب انا هدخل ايه، اخد دش. ومن هنا بقى المصيبه السوداء، دخل يستحمى. طبعا زمان ما كانش فيه بانيو، كان فيه تشت. فهو اول ما نزل في التشت كده لقى الميه بتبقلل. عارف انت لما بتنزل البحر تقوم جاي ضارب غطس شبه اللهبل، فتلاقي ما تعمل تش، وتلاقي الميه بعدت يمين وشمال كده. المهم ايه، قام جاي ضارب غطس تاني لقى الميه برضو بتبقلل. قام جاي طالع جري، قعد يقول يوريكا يوريكا يوريكا. قالوا له في ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ لقيتها. قالوا له انت عرفت سر التاج؟ قال لهم لا، انا عرفت حاجه اسمها قانون الازاحه. ده انت راجل زباله صحيح.
المهم ارشميدس ده بقى من القصه الغريبه العجيبه دي، هو بص كان بيعمل حاجه جاب حاجه تانية، وفي الاخر اكتشفنا ان التاج مضروب اصلا. وقعد بقى يحسب، قال لك ان كميه الميه المزاحه لما انا انزل في البانيو، فجاب وزن الذهب، مثلا جاب سبيكه، هنقول ان التاج ده 5 جرام، وجاب سبيكه ذهب 5 جرام، لقى ان السبيكه دي وزنها اخف من التاج، فعرف ان التاج ده مخلوط بالنحاس غالبا او الفضه، مش متاكده يعني، عشان ما الفش. فخلاصه القصه، واحد داخل يستحمى، انت تدخل تستحمى تقعد تغني لنا مهرجانات، وتلاقي الشيطان بقى فرحان بيك في الحمام، انت واد اهبل، انت عبيط، هيركبك عفريت يا عبيط انت. بص ارشميدس دخل استحمى ما طلعش ايده فاضيه، فعلا دخول الحمام مش زي خروجه، طلع لي بقانون الازاحه، ودي حاجه اسمها الايه؟ الاشراق. يوريكا يوريكا وجدتها وجدتها. طبعا انت تقعدي تقولي يوريكا يوريكا، اول ما يجي لك عريس اللي هو لقيت بقى حب العمر، والدبله بتدفيني في الشتاء، الكحكه اللي هتدفيكي لو ما ذاكرتيش. اللي بعده، يبقى انا هنا في الخطوات، جمعت معلومه اعداد، فكرت في الكارثه احتضان، لقيت الفكره اشراق، راجعت ورقه الامتحان التحقق. عسل عسل يا ميس. طيب ايه اللي بعده؟ بعد كده بقى عندنا مهارات التفكير الايه؟ الابداعي. هما كانوا 4 في المنهج القديم، بقوا كام يا حبيب قلبي؟ بقوا 3. بصراحه الكتاب بيضحي، منقدرش نتكلم. الطلاقة، المرونة، الأصالة، يا لهوي عليا مش طايلة السبورة. الطلاقة، المرونة، الأصالة، تاني يلا، الطلاقة، المرونة، يختي الأصالة. مش يعني ايه الطلاقة؟ انتاج اكبر عدد من الافكار في وقت محدد. وهنا تفتكر لعبة اتوبيس كومبليت، بنقعد نكتب حرف، نكتب جماد نبات حيوان ولا بيت مش عارف دولة، واللي يخلص الاول هو الكسبان. شوف طلاقة، مش ما تهزرش، اقسم بالله ما بهزر. بص الطلاقة ايه هي؟ انتاج اكبر عدد من الافكار في وقت محدد، في فترة زمنية محددة، أي وقت محدد. أقول لك معاك دقيقة واحدة جيب لي 25 كلمة بتبدأ بحرف السين، فأنت تقول طلاقة. طيب يبقى أنا الطلاقة بجيب أفكار كتير في وقت قليل. طب المرونة ليها وصفين، يا إما الانتقال من فكرة لفكرة، أو التفكير في بدائل المشكلة. طب يعني إيه سهولة الانتقال من فكرة لفكرة؟ فكرة التخطي أو فكرة الموف أون، إزاي يا ميس؟ بص يا باشا، الراجل فسيولوجيا دماغه ما تعرفش تعمل حاجات كتير مع بعض. يعني هو بيعرف يفكر، هو بيعرف يحب كتير عادي، لكن دماغه لأ، بيفكر في مشكلة واحدة. فالبنت او الست لا، مش كده. انت ممكن تلاقي الست بتسوق وحاطه التليفون كده في الطرحه، معرفش الحركه المعفنه دي، وبتتكلم في التليفون وبتسوق، وحاطه ابنها على رجلها وابنها التاني بيعض في كتفها، ومتكيفه مع كل دول. دي المرونه. طب ايه تاني بقى المرونه؟ المرونه دي ان انا اقدر اعمل اكتر من حاجه مع بعض، او ان انا اديلك اكتر من فكره وكلهم حلوين. يعني انا مثلا ميس انا واقع في مشكله، اعمل ايه؟ اجي اقول لك انت ممكن تعمل كذا، تقول لي الله، او كذا جامد قوي، او كذا ميس كفايه، او كذا او كذا او كذا او كذا. يبقى انا في المرونه الانتقال الملائم من موضوع لاخر. في واحد فيكم يجي يذاكر، ميس انا ذاكرت النهارده تاريخ فرهات، لا في واد تاني يخلص التاريخ يخش على العربي، يخلص على العربي يخش على الرياضه. الطلبه اللي دول ماتوا، مفيش منهم خلاص. يبقى انا بفكر بنتقل من موضوع لاخر. وعدم التشبث. ميس يعني ايه تشبث؟ تمسك برأي واحد. يعني انت واد متعدد ومتنوع، زي فكرة التعدد كده. انا ما بتمسكش برأي واحد، انا شخص مرن. حتى دايما لما نلاقي حد دماغه تعبانه كده وقف، نقول له يا عم تخليك مرن كده وخليك استرتش، خلي الدنيا رايحه جايه بحبح كده وروق. طيب، والتفكير في بدائل متعدده. ميس يعني ايه التفكير في بدائل متعدده؟ انا دلوقتي عندي مشكله في ماده، والله المشكله اللي في الماده دي ممكن يكون سببها طريقه مذاكرتك فاشله،
اختيارك للمدرس مش احسن حاجة، نظام او ميعاد الحصة مش مناسب ليك، او انت ما بتحلش اسئلة، فما ينفعش ان انت او انا واقع في المادة الفلانية يلا انا هصفي من عند المستر اروح مستر تاني، تلف سناتر اسكندرية كلها ما تلاقيش المستر المناسب، ما انت مش هتلاقيه لان انت بتستهبل. يبقى انا في المرونة، طيب انا عندي مشكلة في مادة، ايه سببها؟ ممكن كذا او كذا او كذا، فكر والمناسب ليك هو ده الصح. يبقى انا فكرت في بدائل متعددة لتحقيق التكيف. مش يعني ايه التكيف؟ التوافق والتلائم. مش ده شبه الصحة النفسية مع المواقف الجديدة. يبقى فكرة المرونة انا بقدر اتأقلم على اي حاجة جديدة ممكن تحصل لي. يعني احنا دلوقتي انا كنت متعوده ان مادتك من 20 كان كمها اقل من كده، كانت الدنيا تمام والدنيا حلوه ولذيذه. طيب فجاه الماده زادت بقى فيها فرع تاني، اللي كنت بشرحه في تانية وتالتة بشرحه لطالب اولى، بحاول ابسط لك المعلومه على قد مستوى تفكيرك. يبقى انا عملت ايه؟ بتسم بالمرونه لاني اتاقلمت مع الظروف المتغيره. يبقى انا لما بجيب افكار كتير طلاقة بقدر انتقل من فكرة للتانية. لما انت ولا بتبقى قاعد في الامتحان عينك على المراقب وعايز تغش، والولا اللي وراك بيقولك وعينك على المراقب وودنك مع صاحبك وايدك بتكتب، تعمل كل دول ما شاء الله عليك حاجة تحفة. دي حاجة اسمها الايه؟ المرونة. تمام. طب انا ميز بين الطلاقة والمرونة ازاي؟ الطلاقة لازم تديك فترة زمنية او وقت محدد، انت جبت لي 10 افكار في دقيقة، دي الطلاقة. لكن المرونة انا بفكر من حاجة للتانية ومن التالتة للرابعة والدنيا رايحة جاية والدنيا لذيذة، دي الايه؟ المرونة. طب انا لما اجيب فكرة مميزة ما حصلتش قبل كده، الفكرة المميزة دي اسمها الأصالة. إنتاج أفكار وصور جديدة متميزة وغير شائعة وغير مألوفة. ميس أنا فكرت في فكرة، إيه هي؟ هنعمل عربية. بس لا بس إحنا هنعمل فكرة إيه؟ هنجيب سكوتر ونقفله كده نعمل له كابينة ونسميه توك توك. طب رايح واقعد على جنب عشان ما احدفكش بحاجة في دماغك، التوك توك ده من أيام الهكسوس قديم جدا. لما تجيب فكرة جديدة مميزة دي حاجة اسمها الأصالة. بص بقى معلومة لازم تاخد بالك منها، العلاقة بين الشيوع والأصالة علاقة عكسية. مش يعني ايه علاقة عكسية؟ كل ما الأصالة بتزيد كل ما الشيوع بيقل. لا مش فاهم. كلمة شيوع يعني انتشار، لو الفكرة منتشرة ما بتتميزش بالأصالة. الأصالة دي زي ما قلت لك إنتاج أفكار وصور جديدة ومتميزة، غير شائعة، غير مألوفة، أفكار فريدة، أفكار تتميز بالندرة، أفكار تتميز بالجدة. وكلمة جدة يعني جديدة ومتميزة. الجدة ليها معنيين، يا إما حاجة جد كده، يا إما الجدة اللي هو حاجة حديثة، حاجة غير مألوفة، حاجة واو. يبقى احنا اتكلمنا عن التفكير. بص معايا كده، اتكلمنا مع بعض بص معايا، عندنا التفكير الناقد والإبداعي، الاتنين مشترك ما بينهم 4 حاجات، عشان كده عاملها لك في المذكرة في جدول مقارنة. ايه هما يا ميس؟ ركز يا معلم. أول حاجة المفهوم، تاني حاجة الأهمية، الخطوات أو المراحل، والمهارات. وبكده نستنتج ان احنا عندنا اساليب التفكير، مع احترامي للكتاب والتقسيمه بتاعته. اساليب التفكير يا جماعه 6 مش 4. ايه هما؟ ركز معايا كده. يبقى الطرق اللي بيفكر بيها الانسان، اساليب التفكير الانساني، يا اما تفكير خرافي، يا اما تفكير ديني، يا اما تفكير على اسم مادتك بقى يا معلم فلسفي علمي،
يا اما اللي اتكلمنا عنهم ودول ليفل اعلى مش عندك طبعا عشان انت مستوى ذكائك محدود، يا اما تفكير ناقد، يا اما بالصلاه على النبي يا باشا تفكير ابداعي. طب ميس قلب الميس هميز ما بينهم ازاي؟ والله العظيم عيب. التفكير الخرافي تفكير غيبي بدائي ساذج قديم غير منطقي، تفكير متخلف، اي حاجه تحصل لك انا محسود وانت محدش يعرفك اصلا. طيب طبعا التفكير الديني تفكير روحاني، تفكير عقائدي، تفكير بيتميز بمعرفه القدره الالهيه، انا تعبان وراضي والحمد لله وده قدري وقضائي عند ربنا، تفكير ديني. طيب التفكير العميق اللي بيوجع الدماغ ويجيب صداع، التفكير الفلسفي بيتميز بالعمق، تفكير تأملي زي أفكار ما بعد الساعة 12، تفكير شامل لأن أنت بتهتم بالتفاصيل، تفكير عقلي، تفكير كلي، وهكذا. يبقى العمق أسلوب فلسفي. طيب التفكير المنظم السطحي، مش سطحي يعني تافه، لا بينجز ويلخص، اللكاكه فلسفه واللي بينجز العلم. منظم سطحي. طيب مباشر حسي، كل ده الاسلوب تجريبي بيعتمد على الحواس والتجربه، كل ده الاسلوب العلمي. قلنا ان الاسلوب الناقد بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التحليل، بيعتمد على الاتساق، بيعتمد على التنظيم، بيعتمد على عدم التأثر بالآخرين وعدم التسرع في الحكم لأنه بيتسم بالتأني. يبقى أنا لو بفكر كده بالراحة وعلى مهلي ده تفكير إيه؟ ناقد. آخر حاجة التفكير الإبداعي، وده مش عند حد فيكم أصلا. التفكير الإبداعي ده متميز، نادر، غير مألوف، غير شائع، فريد، كل ده التفكير الإبداعي. احنا كده خلصنا مع بعض الموضوع الأول، محتاجين نركز مع بعض. أبوس إيدك ركز في امتحان الشهر، مش عايزة فضايح، اوعى ولا تصغرني في الامتحان عشان أقسم بالله فكك من اللي أنا مش قصيرة، هي الشاشة اللي كبيرة هم أصلا قاصدين عشان يشردوني قدامكم. انتوا عارفيني في السنتر ما شاء الله عليا أطول منكم كلكم. نتقابل المرة الجاية بإذن الله على خير، وميس آية بتضحي ومنزلاك الحصة على اليوتيوب وبروق عليكم. يلا أي خدمة، سلام عليكم، باي باي.